ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ انا مازن محمد. النهارده تقريبا هيكون اليوم الاول ليا، وانا هجرب او مش هجرب. انا اوريدي متاكد من الموضوع اللي انا عايز اعمله، ان انا عايز اعمل فريلانسنج. في ناس ما تعرفش ايه موضوع الفريلانسنج كده، لكن سريعا كده خلينا اقول مين انا اصلا وايه هو الفريلانسنج. انا مازن محمد. آم، كان بقالي فتره طويله جدا شغال في حاجات كتيرة جدا زي كول سنتر سيلز، وبدأتها من تحت قوي وطلعت الشركات كويسة مالتي انترناشونال وبتاع. شركات الكول سنتر كلها اللي كلنا عارفينها يعني. لكن ما حبيتش النظام اللي انا كنت فيه ده، ما حبيتش الروتين، وهتكلم بعدين عن الموضوع ده اكتر. لكن خلينا اتصرف النهارده لفكرة اللي انا عايز اركز عليها اكتر، وهي فكرة الفريلانسنج وايه هو اصلا وايه دنيته. الفريلانسنج بشكل عام انك انت تقدم خدمة، والخدمة ديت تاخد عليها فلوس يعني. لكن انا هتعمق اكتر فيها، لان انا قعدت فترة كتيرة يعني قاعد براجع نفسي وبشوف، وخدت قرار كبير جدا عشان اعرف اعمل حاجة زي الفريلانسنج دوت. فليه انا بعمل كده؟ ده اول فقرة يعني ممكن تخليها في الفيديو دوت، لان انا محتويات الفيديو اللي انا هعملها ديت تبقى لناس معينة، مش لاي حد يعني. مش هحط بقى الفيجوالز الكتيره اللي انت بتقعد تشوفها في اي فيديو، مش القصقصه الكتير والمونتاج والحاجات دي، انا اصلا مش شاطر فيها كفايه عشان اقعد اعملها لك. فانا بس اعملها كده زي ما يكون واحد صاحبي، وبكلم واحد صاحبي مثلا قدامي. حتى مش هقعد اقطع لك في الحاجات اللي هي ليها علاقه بالغلطات الكلام وانا قاعد بتكلم، ولا مثلا بص انت هتستكشف من نفسك المحتوى بقى عامل ازاي. عجبك قشطه، ما عجبكش يلا ادينا ما كنتش بعمل اصلا في الاول. فمهم يعني انا ليه بعمل اصلا الفريلانسنج، وليه قررت اعمل الحوارات دي كلها؟ لاسباب مختلفه. اول سبب ان هو انا كانت عاجباني فكره خالص ال 9 to 5، اللي هي الفكره الدايره دي كلها في العالم يعني. يعني انا كنت شغال قبليها كول سنتر، واشتغلت سيلز. تقريبا دول اكتر مجالين اشتغلت فيهم. بدأت بشركات في اكونتات عربي، زي مثلا فودافون. وبعديها رحت لشركات تانية برضو زي رايا مثلا، اشتغلت هناك وكده. وكانت كويسة في بعض من الشركات فيهم، وقعدت فترة طويلة جدا في شركات، قعدت فيهم سنة ونص وهكذا. لكن ما كنت عايز احسن من دخلي ساعتها، ففكرت ان انا اقعد احسن في اللغه الانجليش، في الانجليش ساعتها يعني، لحد ما اوصل لليفل كويس ان على الاقل يأهلني ان انا اعرف اقدم على الشغلانات الكول سنتر بالاكونت انجليش. وقلت اهو بدل ما اقبض مش عارف 2000 جنيه ساعتها، اقبض لي 10000 جنيه. لان هو الكول سنتر لما بتحول من اللغه بس البسيط دوت، بتاخد مرتبات احسن بكتير جدا. فقعدت فعلا فتره ساعتها احاول احسن من الانجليش بتاعي، على اساس ان انا اعرف اوصل لمستوى ان انا اقدم على شغلانه الانجليش. لحد ما هوب، في واحده من المرات آه، عدت معايا يعني والحمد لله اتقبلت في واحده من الشركات. ومن ساعتها بقى كملت. بس انا مش عايز اتطرف اول موضوع القصه بتاعت الباك جراوند ديت، انا عايز اركز النهارده في موضوع الفريلانس يعني. فانا ليه عملته اصلا؟ ده واحد من الاسباب ان انا مكنتش عايز ابقى في موضوع ال 9 to 5 والكلام ده كله. وفي نفس الوقت عشان برضو الشغلانه مش هتعرف تديك، ولا انك انت تبقى حر ماليا، ولا انك تبقى تعرف تشتغل من اي مكان، ولا انك برضو تبقى متحكم في وقتك. انت في الاول في الاخر حد تاني هو المتحكم في وقتك في كل حاجه. فانا كنت عايز حاجه تجمع من كل ده، وما كنتش عارف ابدا بيزنس على طول. كنت بفكر في الاول ابدا بيزنس زي ان انا ابدا اس ام ام اي، اللي هي السوشيال ميديا ماركتنج ايجنسي يعني. لكن الموديل دوت محتاج في الاول برضو كابيتال. انا كنت فاكر ان هو زي الفيديوهات اللي انت بتشوفها دي، ان انت مش هتحتاج فلوس خالص. انت بس هتعمل لك ويب سايت، هتعمل لك مش عارف اوت ريتش، هتعمل مش عارف واللي ما يعرفش اس ام ام اي، هو حته ان هو مثلا بتعمل ايجنسي، او زي يعني مش عارف ايجنسي اسمها ايه بالعربي، بس يعني ايجنسي وزي وكالة بتعملها بالعربي. ماشي وبتقدم خدمة معينة للشركات للأفراد وهكذا بقى، والدنيا ماشية يعني.
فالمهم يعني ان بس هو ده اللي انا كنت ناوي اعمله، وكان هو ده البيزنس موديل اللي في دماغي، وهو حاجه انا كنت حاببها لان انا كان بحب جدا فكره السيلز والماركتنج، ان انا اجيب ناس، ان انا اتكلم مع ناس، لان اصلا اللي بيعرفوني في الحقيقه انا طبعي رغاي جدا جدا. فحتى شغلانه زي السيلز كانت مناسبه ليا في الوقت دوت. بس دي كانت اهم السببين يعني لو عايزين نفردهم اللي انا بدات الحوار ده. وطبعا عشان اخد قرار زي دوت ما كانش حاجه سهله، يعني أنا عشان اخد قرار زي ده انا قعدت اعاتب نفسي كتير، هعمل ايه في ده، هعمل ايه في ده، هعمل ايه في ده، هعمل ايه في ده، لحد ما ربنا الحمد لله الحمد لله يعني رزقني باول كلاينت في المجال اللي انا شغال فيه. والكلاينت ده لحد دلوقتي برضو شغال معايا، وده لان انا كنت بعتمد استراتيجي كده ان انا يو وين اي وين، ان هو انا مش ببص بس ان هو سبوبه هاخد منك شغل دلوقتي هعمله لك وخلاص على كده، لا. انا حتى لو كان بقدم بعض التنازلات اللي تخليني ممكن اخسر فلوس دلوقتي، لكن بعد كده بعرف ان الكلاينت ده هيبقى معايا كلونج تيرم، يعني كنت بعمل كده. فهتكلم بعدين عن الموضوع المجال اللي انا فيه، وهو موضوع مجال الميديا باينج، وهو واحد من اهم الحاجات اللي في الديجيتال ماركتنج عامه. وهبقى ممكن ابقى اعمل لكم فيديو برضو عن اول كامبين انا درتها، لو انت يعني ليك في موضوع الديجيتال ماركتنج وكده. وبس هو ده الخطة اللي انا بعد كده هعملها، ان انا اعمل شوية حاجات. ايه هي؟ ان انا ناوي ان انا اول حاجة اخد الفريلانسنج. انا برضو مش اقوى حد في الديجيتال ماركتنج والميديا باينج، انا مستواي متوسط. فانا الخطة بتاعتي ان انا اوصل من ان انا ابقى متوسط لان انا ابقى اكسبرت في الوقت دوت، ماشي، علشان اقدر برضو اعرض الموضوع بشكل اكبر، اقدر اقنع الكلاينتس ان هم يصرفوا اكتر فلوس عليها وهكذا. وبرضو ابقى متاكد، لان انت واحده من السيلز، لان انا كنت شغال سيلز، انت لو متاكد من جواك انك انت تعرف تقدم الحاجه ديت وباحسن شكل ممكن، ساعتها البيتش بتاعتك او ان وانت بتعرض الموضوع على الحد هيبقى فيه روح، وهتبقى اللي قدامك حاسه فهيثق فيك وش. فانت لما تبقى متاكد انك تعرف تقدم الخدمه باجمد شكل ممكن مفيش حد يعرف يقدمه زيك، يعني طز يا باشا، هتلاقيك جامد جدا في الموضوع. فبرجوله هو ده يعني اهم حاجه يعني. حته كمان برضو ان انا المفروض بقى بتبقى مركز عليها كواحد فريلانسر، مش اللي هو بس تقوي السكيل، تبقى برضو عندك بيرسونال براند. وده السبب ان واحد من الاسباب انا ليه عملت القناه ديت، لكن او اليوتيوب شانل دي. لكن ده واحد من الاسبابها. لكن انا بقى ما كنتش عايز بقى حوار ان انا اقعد اعمل الفيديوهات الفخمه اللي انت بتقعد تشوفها على الفيسبوك واليوتيوب، ودلوقتي بقت مليانه كتير جدا على اليوتيوب ومنصات التيك توك وهكذا. فبس يعني ده كان السبب ليه انا بدأت باليوتيوب. قلت اعمله كده زي كأن انا قاعد مع واحد صاحبي في القهوة بنشرب قهوة، وبنتكلم يعني في المواضيع الدنيا وكده، بس في حاجة مفيدة فعلا تنفع بدل المواضيع اللي ملهاش لازمة يعني. وبس. واخر جزء طبعا اللي له علاقه بالفريلانس هو الاوتريتش، ده اللي هو اهم 3 حاجات يعني بعد ما قعدت فتره بدور اعمل الموضوع الفريلانسنج ده ازاي. ممكن اتعمق بعد كده، بعدين انا هبدا اطبقه ازاي عملي. هو ده انا قاعد اكشلي على المكتب بتاع الكمبيوتر، هبقى اخدكم معايا انا بعمل الموضوع ازاي، وواحده واحده لحد كده ما نعرف نجيب لنا 2 3 كلاينتس تانيين، لان من غيرهم الموضوع يبقى ازمه كبيره. وبس انا بعمل ليه كل ده يا باشا؟ لو انت عايز تبدا معايا الرحله ديت ودي، لو انت عايز تتفرج بس يعني ما رجحش انك تفضل تتفرج وخلاص يعني من غير ما تعمل اي حاجه. اقعد مع نفسك فكر ان الفريلانسنج ده حاجه اقدر اقدمها ولا لا، وبس على كده. فريلانسنج ده مناسب مع مجالي، في ناس الوظيفه بالنسبه لها احسن بكتير يعني. وشجع نفسك وابدأ معايا وهوريكم بعد كده. انا عارف ان الفيديو طول، بس يعني توز انا اقعد اشيل منه الحاجات كده في المونتاج زي السكوتات اللي في النص وكده وخلاص. وبس هو ده اللي انا كنت عايز اقوله النهارده. لو انت بتريليت او عجبك الفيديو او حابب تشاركني في بقيه الرحله ديت، ممكن تعمل فولو، سبسكرايب بقى، اي زرار موجود عندك تحت دوس عليه. سلام.